من يعرفني يعرف أنني عصي الدمعة إلا على الحسين ومن مضى على طريق الحسين، ولكن يشهد الله سبحانه وتعالى ما حدث في الكوت يدمي القلوب، يدمي ضمائر الشرفاء إن بقي شرفاء. ما حدث بالكوت سيد الرئيس لم نتعود عليه. نحن شهداء وأبناء شهداء، نحن قادرين على أن نستخدم أرواحنا وأجسادنا وأطفالنا وعيالنا ونسائنا حتى ندافع عن الحق في أي ميدان، ولكننا لم نتعود أن نشوى وأطفالنا تشوى. سيد الرئيس، ما حدث فاجعة فوق التصورات. أسولف أبو دفاع مدني، أسولف أبو مدري منو، أسولف مدري منو، والله عيب، قسما بالله العلي العظيم عيب. ذولا اللي قدامكم جاي يباعون عليهم وأرواحكم جاي تباعوا عليكم. أنا على أبو السياسة، لا أبو الأسس السياسة، لا أبو الأسس الحزب، لا أبو الانتخابات. يا أخي ناس شلناهم مشويين، أطفال مشويين. مرة تقول للرجل حال إنه واهب لي ابنك مات، 7 ماتوا، رئيس الوزراء يسوي لي كل واحد 10 ملايين. 18 جثة عندنا سيدنا ما حد تعرف عليها سيد الرئيس، ففرزوهم بالدي ان اي فراحوا وزفه. 18 فاجعة، 18 جثة طبت صارت كارثة هناك بمثواهم الأخير بالنجف. وأنا سولف هذا مستهدفني وذاك مستهدفني وهذا قايل وهذا حكى. حطوا لنا حد سيد الرئيس، كافي خنوع بهذا المجلس، خلى ماكو واحد مسؤول، كلها صارت فوق الدولة وكلها صارت فوق القانون. إذا 61 ضحية من واسط ما تحرك مشاعرنا، لا جهل يحرك مشاعرنا. قوانين واضحة، المسؤول واضح. هذا تقريرنا مال مدينة الألعاب اللي عبرنا، هذا تقريرنا موقعينه شو وقت؟ موقعينه ب 26 نيسان. نفس الموضوع الدفاع المدني ورئيس الدفاع المدني وأبو الاستثمار وأبو هيئة الاستثمار، وتوصيات واضحة وديناها للقضاء وللصحة ولرئيس الوزراء ولمجلس النواب. شنو صار عليها؟ هاي توقيع لجنة احنا شكلناها. لما أمن العقوبة أساء الأدب سيد الرئيس. احترق مستشفى الحسين ما عالجنا، استشفى الخطيب ما عالجنا، الحمدانية ما عالجنا، المدري شنو ما عالجنا. يوم تأتي تجادل كل نفس عن نفسها. خليتهم حتى يسمعونكم، حتى باكر يوم القيامة هم خصيمكم وأنا خصيمكم، وكل منصف شريف على صوته خصيمكم. لا فلان ولا علان ولا كذا. المقصر قوموا بشجاعة وقولوا فلان مقصر وقصروه، محافظ، رئيس مجلس، أيا كان. لا نضل واحد يدافع على واحد، هذا صاحبي وهذا حزبي وهذا فلان وهذا فلان. إذا لم يستطع المجلس أن يحاسب بعد 61 متفحم محروق أطفال، والله العلي العظيم سيد الرئيس من الحادث، أنا بالعشرة استخبرت بالحادث، أنا ببغداد 2 إلا ربع وصلت. الناس تتقلى هيك مثل الحرش، شايف الحرش ما شايف الحرش من يطلع من المي. قسما برب العزة من الحادث إلى الآن عندي بنية 6 سنوات، والله ما أقدر أحضنها، أتخيلها بحضن محروقة. عم سمعونا والله ما نقدر، ما أقدر. يعني اللي صار بينا ما يتقبله منصف، والله ما يتقبله كافر. فأرجوكم إخواننا لا ترقصون على جراحنا، لا ترقصون على ما متعودين عليها عمي، والله ما متعودين عليها. هاي الفاجعة صارت بالكوت ما شايفينها، نتعارك نتكاتل عشاير نموت ننقلب، متعودين عليه. بس فاجعة نطلع ولدنا مفحمين 61 والناس ما تعرف شو تسوي. يعني استنكر انه الناس والشباب والكذا تطلع. شفتوا هذا الشايب شي يسولف على بناته وايتام بناته قدامه محترقات ويصفط بيهم، وتريدنا انا اتمالك حتى اراعي سين وصاد وعين ودال ومدري. ما عندنا رئيس، ما عندنا مال اطفال. تدري ايش وقت ودونا الاليه مال اطفال التخصصيه؟ اول البارحه، والله ما نريدها، والله بعد ما نريدها. ودونا اياها واجب عزاء، ودونا آلية مرتدس واجب عزاء اول البارحه. ورا من؟ ورا ال 61 سيد الرئيس، يلا صار واجب العزاء. اكتفي بهذا الكلام لانه بعد ما ظل كلام، لا نسولف بالقانون ولا نسولف بالتفاصيل. انا هذا يطلع من هذا الصفحه وهذا انا كنت وهذا كان قلت وهذا طبيت وهذا طلعت. طبينا متفحمين، الناس طلعناهم متفحمه. ابن اختي رئيس 30 كيلو، سيد حيدر المقصوص البارحه شيعناه دفناه 30 كيلو. ما لقينا الزفت مال الطابق السادس، انه فوق الظليمه الزفت مال الطابق السادس، نزل على المطعم لزق الجثث بالجسمه، قاموا يشيلونهم بالكراك. وتسولف لي سيد الرئيس واحد يتحمل قوته وكذا.
قيلوا من تقيلون، ولكن والله العلي العظيم أقسم بدمائهم أرواحهم ستلاحق هذا النظام السياسي وهذه الدولة إذا بقينا نتخاضع، وهذا يطمطم هذا وهذا يطمطم هذا. وأكتفي.